اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. النهاردة بقى داخلة عليكم وبقول لكم احنا في العد التنازلي من شهر شعبان، وداخلين على شهر مفترج، شهر الرحمات، شهر البركة، شهر المغفرة، شهر العبادة، شهر الصيام بالنهار والقيام والعمل بالليل. صف النية وصف قلوبكم لبعضيكم، واجعلوا الخير ليكم ولكل اللي حواليكم. اجعلوا نفوسكم هادية، نفوسكم جميلة. اتصالحوا مع نفسكم الأول، هتتصالحوا مع كل حاجة. ادوا لنفسكم طاقة بالسعادة، طاقة بالروحانيات. احنا في أيام كلها روحانيات، علشان تدخلوا الشهر الجميل اللي كله مغفرة وعبادة، وانتم مستعدين في كامل استعدادكم للعبادة والصيام والقيام. طبعا شهر قراءة القرآن. الشهر ده شهر من أعظم شهور السنة. إن الواحد خلاص بيستقل في الشهر ده بالعبادة، بالعبادة فقط. لا هو والله شهر أكل ولا شهر أي حاجة. أنا من رأيي هو شهر عبادة، عبادة وقيام ليل، شهر مغفرة، شهر رحمة، شهر السكينة والهدوء، وإن كل واحد يستعيد طاقته بالعبادة، بالقرب من الله والتقرب من الله. الدعاء هو نص العبادة. دايما ادعوا من ربنا، لأن الدعاء هو نص العبادة. دو عايزة تقول لكم حاجة هيت. ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما ننزل فيديو بقى تبقوا اول ناس تشوفوا. ها انا شايفاكم جبتوا فوانيس رمضان ولا لسه؟ جيبوها يلا وعلقت واكيد بقى علقتوا زينة رمضان. هيعلقوها زي دو. طبعا انت علقت زينة رمضان، واشترينا الفوانيس وحطينا كل حاجة وفرشنا فرش رمضان، استعدينا خلاص، مش كده؟ ايوه. يا رب اللهم امين. يبلغني ويبلغكم وبلغ كل حبايبي بالشهر الكريم، لا فاقدين ولا مفقودين، يا رب اللهم امين. الكفتة بتاعتي انا جبتها طبعا، بصلت بشرة وفلفل وحزمة من البقدونس او الكزبرة زي ما تحبي، بس انا بحبها كزبرة. وقلبت كل وفصين توم، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه، ورحت محمراها او مشوحاها في شوية زيت تاخد مني لون. صينية البطاطس القمر دي مفيش فيها اي افتكاسات خالص، ولا فيها اي حاجة مختلفة تماما. بس نزلت بالبصلة وعليها برضو فصين 3 من التوم وفلفل، وطبعا انا حاطه فيها فلفل سبايسي، اللي مش حابب السبايسي يشتاله. ونزلت عليها بالجزرة التحفة ديت في البداية، لان الجزرة بتغيب في السوا شوية، فانا نزلت بيها في الاول. وبعد كده طماطم مبشورة او معصورة بروح حطاها، يتسبك الكلام القمر الحلو ده كله مع بعضه كده. وبعد كده ايه؟ انزل بقى بالبطاطس اللي انا مقشراها. قشرة البطاطس اليومين دول خفيفة كده ومش محتاجة اي حاجة. فما رضيتش ابهدل البطاطس واشتري منها كمية كبيرة من القشر، لان زي ما انتوا عارفين ان روز بتقول ان كل الفايدة في القشرة نفسها او تحت القشرة مباشر. فروحت بس ايه، بالليفة بتاعت الخضار وبالسكينة بس كده. ونزلت بالبطاطس، حطيت عليها شوية شوربة. وبعد كده نزلت بيها على الكفتة اللي انا محمراها في قلب بقى ايه الصينية دي، دخلتها الفرن تستوي بقى على نار من فوق من تحت شوية. ولما استوت ولعت الشواية من فوق، اخدت ايه لون. طلعت معايا بطاطس جميلة جمال، حلوة حلاوة، لذيذة لذاذة، مفيش بعد كده بقى. فانتوا هتجربوها، سهلة بسيطة مفيش فيها اي حاجة. كمان الشهر الجميل المفترج ممكن تبقى اكلة في شهر رمضان الجميل القمر ديت، الاكلة الحلوة ديت. كل يوم هنبقى محتارين على الاكل، عايزين وصفة جديدة واكلة جديدة، حاجة معينة بنجدد للولاد على السفرة بتاعتنا، بحيث ان الولاد يقدروا حاجه تفتح نفسهم. فالاكله ديت اكله بسيطه جدا. ان احنا بقى ايه، الكفته دايبه دوب، والبطاطس، وصينيه بسيطه جدا وسهله مع شويه رز ابيض زي ما انا عملته كده، بالسمنه البلدي، معلقه سمنه بلدي بقى على الوش كده ما تنساهاش، والرز بيتردد هيديله ريحه ايه وطعم ايه. وبس، او شويه بقى رز بشعريه.
وبس كده، وبألف هنا على كل حد وكان له نصيب واكل من الاكل ده. ويا رب تدخلوا كده تدعموني، وانا بحبكم كتير في الله، واسرتي الجميله الكبيره اللي بتكبر بيكم، وكل متابعيني المحترمين اللي موجودين عندي، انا بحبكم كتير والله في الله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ويا رب يديم المحبه اللي انتوا بتحبوها لي، وتعليقاتكم كلها جميله وبتوصلني اول بأول.